السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناة دي جي حورس. النهاردة يا جماعة هنتكلم على آه، طبعا احنا هنبسط الكلام في مجال الدي جي عامة يعني. بالنسبة للناس اللي موجودة في جمهورية مصر العربية عامة، هنتكلم بالعامية أكتر، يعني هنتكلم في العامية أكتر عشان تبقى العملية واضحة لكل الناس وتبقى الناس فاهمة القصة ماشية ازاي، ايه المشاكل اللي بتقابلنا. احنا بنتكلم يا جماعة هنا مش قصة هندسة صوت، لأن الكلمة دي كبيرة قوي. لا، احنا بنتكلم هنا على مبادئ، مبادئ صوت. احنا بنتكلم على مبادئ صوت مش هندسة صوت. يعني بنتكلم ازاي تبقى ألف ب عارف يعني ايه صوت. فهنبتدي بقى يعني ندردش مع بعض شوية على شوية فيديوهات كده إن شاء الله، وهنحاول ما نطولش عليكم يعني. الناس اللي حابة تخش المجال، وفي حاجات كتيرة اتسألت لي يعني من ضمن الناس اللي هي بتحب تخش المجال وعايزة تخش مجال الديجيهات والكلام ده، لازم تكون فاهم يعني ايه صوت. لازم تكون فاهم انت هتشتغل فين، هتغطي مساحة قد ايه، الفئة اللي انت شغال معاها ديت متطلباتها ايه. هي مش الدي جي يا جماعة عبارة عن سماعتين وخلاص واغاني بتشتغل وكده وخلاص، لا. انت عبارة عن قائد لفرقة كبيرة قوي، سواء كنت شغال باند لايف، باند يعني معاك فرقة، أو سواء كنت شغال دي جي. فأنت القائد، أنت اللي في إيدك تخرج الصوت المظبوط، الكواليتي المظبوط، الأغاني، التراكات اللي تتناسب مع الأشخاص اللي موجودين. مش كل حفلة أنت بتروحها بتبقى نفس الناس، لا، أنت بتقابل ناس كتيرة قوي. يمكن احنا عندنا في مصر هنا متقسمة لثلاث طبقات بالنسبة للحفلات دي. حفلات النجوم، ودولت طبعا النجوم الكبيرة في مصر ديت شركات كبيرة اللي بتمسك لها الصوت بتاعها، وتبقى كل الأغلبية السماعات بتاعتها وأغلبية القصة ديت سماعات أوريجينال تحت إشراف مهندسين صوت بكواليتي معين. وعندنا الطبقة المتوسطة اللي هي الناس اللي بيشتغلوا في الفنادق، وديت بتبقى في بعضها لايف وفي بعضها دي جي. ودي برضو بيبقى الأغلبية بتاعتها بتبقى أوريجينال برضو. ونيجي للفئة بقى الأكثر شيوعا، الناس اللي بتشتغل في الشارع. دي أكتر فئة بنقدر يعني نصنفها في مصر هنا. الناس اللي بتشتغل في الشارع دي تعتبر دوت السوق المصري للسماعات في الفئة اللي هي تحت المتوسطة. مش معنى تحت المتوسطة اللي هي مش بفلوس، لا، هي بفلوس وباستثمارات عالية قوي وبمبالغ عالية قوي وبعدد محترمة وبسماعات محترمة رغم ان هي تجميع، بس في ناس بتبتكر وبتطلع صوت كويس. فانت لازم تكون عارف انت هتشتغل في ايه وهتعمل ايه. طبعا المرحلة الاولانية دي شغل شركات، يعني هنتلاشى الطبقة الاولانية دي اللي هي بتاعت النجوم الكبار السوبر ستار والكلام دوت. دي هنقول شركات كبيرة هي اللي بتمسك لهم الشغل بتاعهم. احنا خلينا في القصة بتاعت الفنادق والاوتيلات والحاجات ديت والقاعات بصفة عامة. فدي عايزة برضو فهم ووعي، لأن الصوت في القاعة غير الصوت بره القاعة. الصوت في القاعة بنسميه اندور، اندور يعني داخلي. أما الأوت دور اللي هو الأوبن إير، يعني الأوت دور دوت اللي هو خارجي، أوبن إير في الهواء المفتوح. ده بتبقى حفلات تانية خالص. ديت طبعا النجوم الكبيرة ما بتبقاش طبعا، أغلبية الحفلات بتاعتهم بتبقى طبعا لزيادة العدد الأفراد والكلام ده بتبقى على مساحات واسعة، وممكن توصل ل 200,000 و 300,000 و 500,000 وممكن توصل لأكتر من كده.
فدي لازم تكون مناطق مفتوحة. أما أنت لو هتشتغل في أماكن مقفولة، لازم تفهم إن السماعات اللي أنت هتستخدمها ديت ليها مواصفات معينة. ليه؟ لأن أنت بتتأثر بالبيئة المحيطة بتاعتك. يعني إحنا هنا في المعرض مثلا لما باجي أشغل سماعة، بسمع صوت مع تأثير الجدران، مع ارتدادات الصوت اللي بتضرب في الجدران والكلام ده، احنا بنسمع صوت تاني خالص. لكن لو طلعنا بره الشارع احنا نسمع صوت مختلف تماما. فانت لازم تعرف ان شغل القاعات دوت ده ليه دراسة، ليه مستوى صوت معين، ليه قطعات معينة نبقى نتكلم عليها. ايه القطعات ديت وازاي نقطع الصوت والكلام دوت. احنا بنتكلم دلوقتي عبارة عن دردشة، يعني احنا بندردش مع بعض. انت لو عايز تخش مجال الدي جي دوت لازم تفكر في الكام نقطة اللي انا بقول لك عليهم دول. فانت فرضا ان قلت انا عايز اشتغل في قاعة، فلازم تروح لحد فاهم في القصة ديت، تعرف القاعة بتاعتك ديت بتشيل كام فرد، المساحة بتاعتها قد ايه، التصميم بتاعها ازاي، هل هي فيها فراغات في السقف، هل هي فيها التصميم بتاعها ممكن يعمل صدى صوت. عشان تقدر تتغلب على القصة ديت طبعا بتبقى كل حاجة بمستوى معين، وبتبقى كل حاجة بدرجة معينة. الهاي ليه درجة، الميد ليه درجة، اللو ليه درجة. يعني ايه هاي ويعني ايه ميد ويعني ايه لو؟ الهاي دوت هي الترددات العالية قوي، والميد هي الترددات المتوسطة، واللو هي الترددات اللي بنسميها البيز بالمعنى الدارج. فانت لازم تبقى فاهم اللي انت شغال فيه دوت، او المكان اللي انت شغال فيه دوت بيحتاج لنظام صوت معين عشان ما يحصلكش تشويه للصوت، ما يحصلكش ارتداد للصوت، ما يحصلكش حاجة اسمها فيدباك اللي هي إعادة تكبير الصوت كذا مرة فبينتج عنه صفارة بتسمعها لما بتستخدم المايك. فليها قصة تانية هنتكلم عليها فيما بعد. احنا بنتكلم دلوقتي في المجمل، بنتكلم دلوقتي يعني بنتكلم من البداية. نيجي بقى للحاجة التانية اللي هي تحت المتوسطة، وهي الناس اللي بتشتغل في الشارع. الناس اللي بتشتغل في الشارع ديت كل يوم بيبقوا في أماكن شكل. مرة تبقى في شارع عرضه 4 متر، مرة في شارع عرضه 6 متر، مرة في حارة عرضها 2 3 متر. فده بيختلف عن ده، بيختلف عن ده، في بيختلف عن ده. فأنت عايز برضو نظام صوت يكون مناسب للبيئة المحيطة اللي انت شغال فيها. فنظام الصوت دوت بيبقى عبارة عن عدد سماعات معين مع توزيعة سماعات معينة في المكان اللي انت فيه، عشان توصل لأكبر نسبة توزيع للصوت، ويبقى كل الناس متوزع عليها الصوت بطريقة كويسة. فدولت الثلاث فئات. احنا طبعا لينا دعوة بالفئتين اللي هي المتوسطة وتحت المتوسطة اللي الأغلبية شغالين فيها. أنا ليه بقول المتوسطة دي؟ المتوسطة دي يا جماعة بتبقى في مكان ثابت. المكان الثابت دوت بتبقى العدة فيه أو السماعات فيه مش متهانة، تفضل الموسم كله موجودة. ودي يا جماعة من ضمن الفئات اللي احنا بنتكلم عليها. أنا ليه سميتها فئة عالية وفئة متوسطة وفئة يعني تحت المتوسطة؟ احنا ممكن نسميها بمعنى تاني. آه يعني هنسمي فئة مثلا الحفلات اللي هي بتاعت النجوم، فئة الفنادق والأوتيلات، وفئة الشارع. فأيا كان يعني أنا مش بقلل طبعا من شأن أي حاجة، دي تحترم ودي تحترم ودي تحترم. بس احنا بنحكي على واقع، احنا بنحكي على واقع بالنسبة عندنا هنا في مصر عندنا بتبقى هي متقسمة كده. فانت لو عايز تشتغل في الشارع فدوت ليك عوامل تانية وليك حاجات تانية وليك عدة تانية وليك موال تاني عشان تقدر تشتغل بيه، وتقدر ان انت تقدم احسن حاجة بيه. فانت بتبقى متنوع كل يوم في مكان مختلف، كل يوم في مكان مختلف. فلازم تكون فاهم
مبادئ الصوت. لما تيجي تاخد مثلا سيستم صوت او نظام صوت، لازم تكون فاهم السماعة ديت بتستخدم في ايه، البيزا ديت عبارة عن ايه، البيانات بتاعتها ديت بتتقري ازاي، الامبليفاير اللي بيمشي عليها او الباور اللي بيمشي عليها دوت ايه قصته، امكانياته ايه. لما امسك كتالوج للباور اقدر اقرا الحاجات اللي بتهمني فيه. طبيعة السماعة ديت سواء كان لاين اري او كان طقم تاور او بوينت سورس، اللي هو يعني مثلا لاين هو عبارة عن الشرايح اللي ورايا ديت مرصوصة فوق بعضيها وبتتعلق في أماكن عالية على ارتفاعات معينة بزاوية ميل معينة عشان زيادة مساحة التغطية. دي بقى بتكون متشابهة مع الحفلات اللي هي العالية بتاعت النجوم. بس احنا عندنا هنا لما قسمناها وقلنا في شركات فليها نظام تاني، ليها ابعاد تانية غير اللي احنا بنشتغل بيها في الشارع، لا ليها موال تاني خالص. طبعا ليها حساباتها، ليها توصيلاتها، ليها تغطية معينة، ليها حاجات كتيرة قوي. عكس ما احنا شغالين في الشارع بنكون الأهمية أو الاهتمام بتاعنا في المظهر أكتر. يعني للأسف احنا عندنا المظهر ده أهم حاجة عندنا. يعني عندنا لما بنشوف مثلا السماعات والكلام دوت بيحكموا على السماعات من شكلها اكتر من صوتها، وده طبعا غلط. المفروض انا ماليش دعوه بعدد السماعات ايا كان، انت بتسمع صوت تسمع صوت. انت عايز تكون واقف قدام المسرح، قدام السماعات اللي موجوده قدامك، ما تحطش ايديك في ودنك مش سامع حاجه. تطلع الموضوع، التفاصيل بتاعت التراكات تبقى واضحه، كل حاجه تبقى واضحه. فاحنا هنا للاسف عندنا بتتفهم بمعنى مش حلو، او طبعا لان الناس اغلبيتها مش واخده المجال بتاعنا او ما يعرفوش المبادئ بتاعه الصوت، ما هو الصوت وما. احنا ان شاء الله باذن الله في الايام الجايه او الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنمسك يعني ايه صوت الاول، بعد كده هنمسك السماعه، بعد كده هنمسك البوكس بتاع السماعه، بعد كده هنمسك تقسيمات نظام الصوت، بعد كده توصيلات الصوت على الامبليفايرات، بعد كده ازاي توزع الصوت توزيع مظبوط. فكل دوت باذن الله هنتكلم فيه برضو باللغه العاميه. يعني انا اتعمدت ان انا اتكلم باللغه العاميه لان للاسف في ناس كتيره قوي ما تعرفش المصطلحات اللي احنا هنتكلم فيها والكلام دوت. فاحنا هنحاول او احاول ابسطها لكل الناس عشان تبقى مستوعبة يعني ايه صوت. الصوت مش هو عبارة عن سماعة بتتحط وبتطلع صوت وخلاص، عبارة عن تراك وبيتلعب وخلاص، لا، ده عبارة عن أذواق، عبارة عن خلطة انت اللي بتعملها عشان ترضي الجمهور اللي قدامك، ترضي الناس اللي قدامك. انت اللي في ايديك تخلي الحفلة بتاعتك ديت احسن حفلة، وانت اللي في ايديك تخليها ولا ليها اي لازمة. حتى لو جاي بسيستم اوريجينال، حتى لو الصوت بتاعك يعني مفيش ولا قبله ولا بعده، بس مفيش احساس، انت مفيش بيسموها ايه، مفيش تواصل ما بينك وما بين الناس اللي قدامك. فدي برضو حاجة هنتكلم فيها برضو فيما بعد. فحبيت بس اعمل فيديو صغير، اللي انت لو عايز تخش المجال لازم تعرف انت هتشتغل فين. تشتغل في قاعة، تشتغل في شارع، تشتغل في الاتنين، فلازم يكون معاك مواصفات القاعة، معاك مواصفات الشارع. كل دوت ليه تظبيطاته وليه قصته، ليه ليه المعلومات بتاعته، ليه البيانات بتاعته. فلازم نكون على وعي، لازم نكون على وعي في كل حاجة تخص الصوت. إن شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي هنتكلم إيه هو الصوت، نبتدي واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. يعني ديت هنعتبرها مثلا الحلقة الأولى، هنبتدي بعد كده ما هو الصوت، وإن شاء الله بإذن الله نكمل. فأنت الأول الأولوية بتاعتك إن أنت تحدد أنت هتشتغل في إيه، وبعد كده نبقى نشوف إيه اللي هيناسبك في مجال الشغل بتاعك.
وان شاء الله باذن الله هنبقى كل يوم فيديو ان شاء الله. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله باذن الله حد عنده اي سؤال يسيبه في التعليقات، واحنا باذن الله يعني انا هتابع معاه. وممكن لو في حد الإجابة ديت لقيت المشكلة ديت عامة مثلا ولا حاجة، بعمل عليها فيديو برضو عشان كله يستفيد. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم فيديوهات جديدة، وإن شاء الله بإذن الله الصوت كل يوم في جديد، وإن شاء الله كل يوم معلومة. السلام عليكم.